وكان حتى كان في قديم الزمان، في سالف العصر والأعوام، كان واحد الراجل عنده 5 ديال البنيات، مات ليه مرتو وخلات ليه دوك 5 البنيات. ايوا حرص على التربية ديالهم حتى كبرهم، وحين كبرهم وصلوا لوقت الزواج، خص العادة ديالهم هو أنه يا وليداتي البنت الكبيرة كتزوج هي الأولى، وعاد كيتبعوها الخواتات، وفيما كان كتيجي عرس لديك البنت الكبيرة كترفض تزوج، أي باش تبقى في قبل بوها. الحصيل واحد النهار جاو الخطاب يخطبوا البنات كاملين في دقة وحدة، ولكني خوتهم الكبيرة رفضات باش تتزوج، وقالت ليهم انايا بغيت نبقى في قبل بويا. البنات تزوجوا وكلها مشات لدارها، وكلها دات وليداتها وعائلتها، الا اختهم الكبيره بقات في قابله باهم حتى مولا مانا دا امانته مات مسكين. ايوا الحاصل الخواتات على الورث بداو يقلبوا واش عندهم، الدار بغاو يبيعوها، وليدي ما فكروش في اختهم اللي ضربت تماره عليهم او بقات مقابله باهم. الحاصل يا ساده يا كرام، حين الدار قرروا يبيعوها جا الشاري وشرا الدار، ولكن اختهم الكبيرة طلباتو ورغباتو باش يخليها ويعطيها شوية الوقت فين تقلب فين تمشي. الحاصل مشات ايام وجات، ومول الدار سمع وعرف شنو جاري وشنو طاري. ايوا في النهار اللي رجع يقلب على السيدة جا دق في الدار، خرجات عدو يا وليداتي، خرجات حشمانة. ايوا الحصيل مد ليها وراه ديال الدار وقال لها انا يا لالا هاد جيت من المحكمة، وهادو الملكية ديال الدار راها ولات في سميتك، وإلا قبلتي هو بغيتي تزوجي بيا راه غيكون هذا هو صداقك، ما قبلتيش هاي الدار راها ديالك. انا على وديت داك الخير اللي كنتي كديريه وشنو درتي على قبل بوك وعلاش ما تزوجتيش باش تراعي بوك، انايا قررت باش نكتب ليك الدار. البنت فرحات وحشمات وما عرفات ما تقول، ولكن في الاخر قبلات وتزوجات، ومع داك الراجل عاشت هانيه في امن وامان وسلم وسلام. ايوا تصبحوا على خير. جايتي مشات من واد الواد وبقيت انايا مع وليدات الجوال.